أحمد إبراهيم سامعك يا باشا تمام والله معاك. ما لما يخلص براحتك. المدعو أحمد إبراهيم القاتل في دير النحاس حي الإحساس مصر عتيقة. أيوة عتيقة، رغم هزالها تخطف تلابيبك بجمالها، إياك تتغر بالضعف البادي في أحوالها، وقت الدقيقة إذاعتها بيتغير حالها، من مود ناعم لبيان بيزلزل أركانها، دق انفرها سم قاتل في دواك يا أحمد. الأمر خطير والجو اتكهرب بالمشهد، والمشهد حي بدون تفسير، مش خارج منه نقطة ضي ولا رابط بيلم الأنباء من كل مجال، ولا نملك حرف في شطر عزاء إلا التوحيد وضميرنا الحي. انتفضت أمة بحذافيرها على قلب أحمد، كان كل دعاها وترطيلها أملا ورجاء. مصر عتيقة دولة بتعزف لحن الأخلاق، إنسان بينفض من العفرة قلب ضميره، وبتحذيره سلطات تهتم، منظومة بتعرف معنى الحق وقيمة الدم، وخلية نحل بكل نشاط داخل من البحث. مرت أوقات ومحدش قال الطالع نحس، من حارة بيه من سطح لسطح، من وكر العش والفكرة ما زالت قيد الشطح، وكأن الدولة الحامل فينا جاها الطلق في ساعة عسر وقرناطش، والمطلب إبرة في كومة قش. من قال إن غيابه ما يفرقش. مصر عتيقة كان فيها الوالي يخاف الظلم وما بيسمحش. أحمد إبراهيم كان عايش في القرن الماضي، رايق هادي مش شايل هم، كان آخر إنسان في بلادي شاف السلطات بدواه تهتم. أحمد إبراهيم لو عايش في القرن الحادي كان يشرب سم، كان يشرب